انا كافر بمقولة لو عايز تكمل معايا تقبلني على عيوبي، لان احنا عندنا خلط كبير جدا بين التفرقة بين العيوب والنواقص. يعني كلنا عندنا نقص، ما حدش فينا كامل. طب ايه هو النقص ده؟ النقص ده مثلا واحد مش اجتماعي، انا اتقبلك لو انا اجتماعي وانت مش اجتماعي وبتحب تقعد مع نفسك او مش بتحب اللمة، اروح اقعد معاك انا وانت لوحدنا، اتقبل ده جدا. فالنقص ده هو المشكلة اللي عندك، بس مش بتأذيني انا نفسيا. بتتحول لعيب امتى بقى؟ لما تبتدي تأذي اللي حواليك نفسيا بالنقص ده كده بيتحول لعيب. زي مثلا الشخص العصبي يجي يقول لك والله لو عايز تكمل معايا تقبلني على عصبيتي، وانا اتقبلك على عصبيتك بتاعي. ما تروح انت تتغير، دي مشكله عندك، روح اتغير وتعالى نتعامل مع بعض. ما تجبرنيش اتقبل وضع انا مش حابه علشان انت مش عايز تتغير، علشان عيب جواك بيأذي الناس اللي حواليك نفسيا. ما تجيش تقول لي استحملني، انا اصلا مستحمل نفسي بالعافيه، انا مش الست والدتك عشان استحملك وانت متعصب. خلاص بقى ان في ناس عصبيه وقليله الادب، فيجي يقول لك استحملني، يجي يزعل ان انت مش مستحمله. طب انت اصلا مش مستحمل نفسك، طب انت اصلا مش محترمني، مش عامل حساب اقل حق ليا، الحق الادمي ان انت تحترمني، ان انت تكلمني بطريقه كويسه. ده حقي كانسان عليك ان انت تكلمني بطريقه كويسه، حقي كانسان عليك ان انت ما تتعصبش عليا، حقي كانسان عليك ان انت ما تهنيش بكلامك او ما تجرحنيش بكلامك. كل دي حقوق انت عايزني اتغاضى عنها عشان انت مش عايز تغير عيب فيك، ساعتها يبقى انت عندك مشكله. فما تجيش تقول لي تقبلني على عصبيتي، روح انت اتغير وحاول تتغير، وساعتها انا اصبر عليك لغايه لما تتغير. طول ما انا شايف ان انت بتتغير اصبر عليك لغايه لما تتغير، واستحملك لو لفتره صغيره او لفتره كبيره حتى لغايه لما تتغير، ما عنديش مشكله. لكن معنى انك رافض تغيير عيب جواك او عيب فيك وعايزني انا استحمله، باي حق استحمله؟ انا اصلا مستحمل نفسي بالعافيه، فمش ناقصه. يعني هو اصلا كل واحد فيه اللي مكفيه وكل واحد شايل همومه، فمش منتظر منك تيجي تحملني هم فوق همي وتقول لي استحملك. هستحملك مره واثنين وثلاثه، الرابعه هنفجر فيه، وده اللي بيحصل وده الطبيعي لاي انسان. فيا عم الحاج، طالما انت عصبي لو سمحت، ده عيب جواك، انت بتاذي الناس اللي حواليك، حاول ان انت تغيره. ما تجبرش الناس اللي حواليك ان هي تستحملك او ان هي تتقبلك.